السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض روتين كده خفيف لذيذ لذوذ كده، يا رب يعجبكم. اول حاجة طبعا زي ما انتم متعودين معايا فنجان القهوة عشان نفوق كده فطرنا والحمد لله. وهنبدأ بقى ناخد فنجان القهوة بتاعنا ونطلع نقعد بره كده نشرب الفنجان بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اتفضلوا يا حبايبي معايا فنجان القهوة اللي يستاهل بقكم ده. اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه هنبدأ نقعد بقى هنا في الطراوة دي مع ان الجو حر جدا جدا جدا. وهبدأ ان انا اجيب المصحف بتاعي ان شاء الله علشان خاطر اقرأ الورد بتاعي. اللهم صل على سيدنا محمد. واجيب المسبحة بتاعتي علشان خاطر اقرأ الورد وخلص وايه واقول الاذكار بتاعتي. اللهم صل على سيدنا محمد. عفوا يا حبايبي. اتفضلوا يا حبايبي تستاهل بقكم والله. اللهم صل على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا يا حبايبي لازم يبقى لنا ورد يومي كده عشان ربنا يفرج كربنا ويجعلنا من أهل القرآن جميعا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخلصت الورد بتاعي وبدأت ان انا ادخل في الاذكار وخلصتها والحمد لله. وجيت هنا بقى لابني الله يبارك له، ناديت عليه قلت له تعالى يا حبيبي امسح لي المدخل دوت عشان انا ما بعرفش ايه اطلع انا بره كده وانضف المدخل. حطيت له شويه ديتول في الارض كده وبدا جاب الخرطوم وبدا ان هو ايه بالميه كده ينعنش بقى المكان علشان الحر الشديد اللي الناس فيه ده. ربنا يرحمنا ويتولانا برحمته يا رب، وينصر اخواننا في كل مكان يا رب، ويهون عليهم حرارة الشمس دي ويجعلها برضو سلام عليهم يا رب، اللهم امين. وبدأ يغسل كمان البوابة اهوت وخلى المدخل زي الفل. الله يبارك له يا رب. وطبعا جينا هنا بقى النخلتين الحلوين بتوعتنا دول لازم اديكوا لقطة لهم كده يفتحوا نفسنا كده. وجيت هنا طبعا دخلت بقى على المطبخ. جيت مسكت البوتاجاز غسلته عشان غسلته معاكم قبل كده. وجيت هنا بقى على الرخامة برضو بصوا غسلتها زي ما احنا متعودين. الحاجات دي حاجات يومية يا حبايبي. الرخامة يوميا والبوتاجاز يوميا والحاجات دي لازم حاجات يومية. من ما نحاولش نكسل عنها ليه؟ علشان خاطر دايما هم دول اللي هيظهروا مطبخك نضيف ولا لا. صليتوا بينا على النبي حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم حبايبي ما تنسوش الصلاة على رسول الله وتعملوا كل ورد قرآن كده يوميا كده. بصوا يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. وما تنسوش في الحر الشديد دوت الميه. بصوا انا كل شويه الكوبايه دي تفضى اروح املاها واشرب. كل شويه تفضى اروح املاها واشرب. ليه؟ لان الجو حر جدا علشان خاطر بشرتنا وعلشان خاطر شعرنا يبقى ايه حاجه يعني مفيده للجسم. جيت هنا بقى يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. كان عندي شويه مواعين كنت عامله محشي امبارح بس ما صورتوش معاكم. وفضل بقى المواعين دي ما كنتش عملتها من بالليل. لميتهم زي ما انتم شايفين كده صبنتهم. وجيت بقى على الحوض هنا صبنته هو كمان زي ما احنا متعودين يا حبايبي. صليتوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما احنا متعودين الحوض بتاعنا على طول مع اي غسله مع اي حاجه ننضف الحوض بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حبايبي على قد ما تقدروا الصلاة الإبراهيمية ديت سحر والله. حاولوا على قد ما تقدروا كده يعني ايه خلوها ذكر ثابت في حياتكم كده. وربنا يفرج كربكم كده ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا وينجح اولادكم ويهدينا ويهدي اولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. وينجح اولادنا في الثانويه العامه يا رب. اولادنا وبناتنا في الثانويه العامه والثانويه الازهريه ربنا يا رب ينجحهم ويفرح كل البيوت يا رب جميعا ويدخل عليهم النجاح بالفرح والسرور يا رب، اللهم امين. خلصت مواعين اهوت وصفيتهم في الصفايه وخلصت كله تمام وشلت المواعين تاني. وجيت بقى هنا لقيت اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا انا بعمل لكم جوله اهوت ان انا كل حاجه مكانها ما شاء الله نظيف. بصوا البوتاجاز وبصوا الحاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا النظافه. انا ممكن يكون مطبخي بسيط فوق ما تتخيلوا بس الحمد لله والشكر ليك يا رب. منظفاه ومنظماه. اللهم لك الحمد ولك الشكر وراضيه به جدا جدا. الحمد لله والشكر ليك يا رب. وبصوا مسحت طبعا الارضيه. وجيت هنا عند فرشت الفرش. وبصوا كله بقى ما شاء الله. بصوا اللهم بارك. بصوا الصواني دي صواني عشان بنبقى نفطر ساعات عليها نتغدى عليها وكله تمام. اللهم لك الحمد ولك الشكر. بصوا يا حبايبي كله بسم الله ما شاء الله. هاجي بقى ابدا ان انا اقفل الشباك بقى وابدا اطفي النور
وخلصت المطبخ اهوت معانا، ونبدأ بقى ندخل على الصالة نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها هنبدأ ان احنا نلم الغسيل. كنت ناشرة شوية غسيل اهمت، هبدأ ألمهم، واول لما ألمهم على طول هروح مطبقاهم، مش هخليهم، علشان الغسيل بالذات لو مش طبقتيه في ساعتها بيتكسلي عليه وبقى تشيليه من هنا وتحطيه هنا، فما ينفعش. لازم نشيل الغسيل من على الحبل، ننفضه كويس لا يكون اي حشره لازقه فيه او حاجه علشان خاطر الحر دوت، ونشيل ننفضه ونطبقه على طول ونعينه في الدولاب. صليتوا بنا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهبدا بقى ان انا ايه، احاول على قد ما اقدر في الحر دوت. بصوا هنا حبايبي، عزكم الله، لقيت الكلب دوت واقف عمال جعان عطشان، عمال يبص لي جامد، فجبت اللي فيه النصيب وحطيته له، ورحت جايبه له شويه ميه في العلبه اللي هناك ديت، اكل والحمد لله وشرب والحمد لله يا رب. اللي يقدر على حاجه يا حبايبي يعملها، ما يقولش مثلا لا ده لا، ما يهملش اي حاجه في ايدك ان انت تعملها وتقدر تعملها، في حيوان، في طائر، في اي بني ادم، في اي حاجه اعملها وسيب الاجر من الله. جيت هنا بقى طبقت الغسيل، وزي ما انتم شايفين كده بقى شلته على طول حطيته في الدولاب. وجيت هنا بقى بصوا مكان الريسبشن هنا كله مترتب ومتروق ومية مية. الكيس اللي هناك دوت الهوا طياره، كان في حاجه والهوا طياره، هبدا ان انا اشيله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وادخل بقى خلصت الريسبشن وكله تمام، دخلت بقى على المطبخ. بديت ان انا هنا هوريكم طريقه عمل دقه السمك. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت اجيب بقى سمك جاهز كده ونعمل شويه رز وشويه دقه كده ونقضي اليوم بتاعنا ان شاء الله. معايا هنا قرنين فلفل، ومعايا طماطمتين وجزرايه وليمونه او ليمونتين على حسب، ومعايا معلقه هريسه شطه ومعلقه توم، معلقه هريسه كبيره ومعلقه توم صغيره. هبدا ان انا اجيب الكبه الجميله بتاعتنا، ربنا يبارك فيها يا رب، ونبدا ننزل هريسه الشطه مع التوم، ونبدا نقطع عليهم الفلفل الاخضر، ونجيب نفرمهم في الكب على طول. طبعا احنا حطينا الهريسه والثوم والفلفل الاخضر بس، فرمناهم اهو زي ما احنا شايفين. هبدا ان انا اجيب الطماطم اقطعها هي كمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا حبايبي، ليه انا فرمت الفلفل الاول ما عملتوش هو الطماطم مع بعض؟ لان انا مش عايزاه يبقى عصير، انا عايزاه يبقى جوسي كده تقيل، علشان ده بنحطها على الرز زي تغميسه كده مع الرز. فما شاء الله تبارك الله بتبقى حلوه معاها، بتبقى جميله، لو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله. فرمتها. بصوا انا بوريكم انا عايزاها جوسي كده، مش عايزاها عصير. بصوا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ما فرمتها بالشكل ده بقى هبدا ان انا اجيب اللهم صل على سيدنا محمد، هبدا اجيب بقى ليمونتين، معايا الليمونه قسمتها نصين. بصوا الحته اللي ورا دي بشيلها وارميها، ليه؟ لان المراره كلها بتبقى في المكان ده، وبحطها بقشرها زي ما هي. بس يا ريت يفضل يعني حبايبي ان انتوا تفرموها الاول مع الفلفل عشان تبقى ناعمه قوي. وجيت هنا بقى معايا معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره، وضربتهم في الخلاط، وبديت ان انا نزلتهم بقى، ضربتهم في الكبه يا حبايبي. وجيت هنا نزلتهم في العلبه اللي انتوا شايفينها دي زي ما احنا شايفين كده، ولو محتاجه ملح هنظبط الملح بتاعها. جيت هنا جبت الجزرايه بقى ايه، قطعتها حلقات زي ما انتوا شايفين كده، ترانشات كده، وبدات ان انا برضو ايه افرمها في الكبه. طبعا انا ما غسلتش الكبه لانه كل المحتوى واحد. بصوا يا حبايبي نعمتها بالشكل دوت علشان ما تبانش في الاكل. بصوا يا حبايبي ناعمه ازاي، انا بوريها لكم اهو عشان تعرفوا يعني الفرم بتاعها ازاي. جيت حطيتها عليها اهوت، نزلتها على الخليط زي ما احنا شايفين كده. وهبدا ان انا اجيب اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هبدا اجيب معايا اظبط الملح بتاعها، لو محتاجه هزودها ملح. ده بقى الذوق ده الحدق ده يرجع لك انت. صليتوا بينا على النبي حبايبي، اكثروا من الصلاه على رسول الله. ربنا يا رب يفرحكم ويسعدكم وفرج كربنا وكرب اخواننا في كل مكان يا رب. اللهم امين يا رب، انصرهم نصرا عزيزا يا رب. وهبدا ان انا دلوقتي اجيب برضو معلقتين خل كده. ده الاول جبت معلقه، بصوا ربع معلقه فلفل اسمر صغننه جدا. دي ليه؟ بتعزز الطعم يا جماعه، بتخليه في حته تانية خالص. مش هكتر فلفل اسمر لان هي اصلا دقه سمك فما بنحطلهاش فلفل اسمر كتير، بس عشان هنحطها على الرز فبتخليها صراحه طعمها جميل قوي. يا دوب شويه كده على طرف المعلقه.
وهبدا اجيب الخل اهوت معانا، هبدا انزل معلقتين خل، مقدار معلقتين اهوت. انا ما حطيتش الخل في الاول خالص، ليه؟ علشان خاطر مع الفرم لو حطيته بيعمل رغوه بيضه كده بتبقى شكلها مش ظريف، بس انا بحطه في الاخر علشان بصوا ما تفتحش الدقه، ما تفتحش لونها، يفتح معانا. صليتوا بينا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هخلصها بقى وهروح جايه مغطياها وحطها في التلاجة. طبعا الطماطم اي حاجه فيها طماطم يا حبايبي مش هينفع نسيبها بره، ليه؟ لان الجو حر جدا جدا، فاي حاجه فيها طماطم هنسيبها بره هتبوظ، فاحنا عايزين نحافظ على الحاجه، حرام الحاجه غاليه ومش عايزين ان ايه نبوظ حاجتنا. هنحطها في التلاجة. هنيجي بقى هنا نعمل رز الصياديه اللي هو رز السمك. جبت معايا بصله مقطعه اهوت بالشكل دوت، وبديت احط عليها شويه زيت. اللهم صل على سيدنا محمد. لقيت الزيت هنا هيبقى شويه فزودت شويه كمان، ليه؟ لان الرز دوت بيبقى تحبي ان انت تحطي له زيت كتير يعني زياده شويه علشان خاطر يبقى مفلفل معاكي كده، وما شاء الله يبقى جميل كده بيلمع معاكي كده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جيت هنا بقى يا حبايبي هبدا اقلب فيها كده. حبايبي ما تنسوش، بصوا زودت هنا شويه الزيت. ما تنسوش يا حبايبي ان انتوا تعملوا لكم ورد من القران يوميا، وتحافظوا على اذكار الصباح واذكار المساء، وايه الكرسي حبايبي حافظوا عليها. وربنا يا رب يسعد ايامكم ويتقبل منكم ويهديكم ويهدينا وينور بصيرتنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب. اعمل الخير يا حبايبي، اعملوا الخير وما تستنوش الاجر الا من الله عز وجل. بصوا يا حبايبي هبدا ان انا اقلب فيها، ليه؟ علشان انا عايزه اللون يبقى موحد، ما بيبقاش واحده متلونه والتانيه لا، انا عايزاها هفضل اقلب فيها علشان اللون بتاعها يبقى لون موحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا حبايبي هفضل اقلب فيها اهوت، اللهم صل على سيدنا محمد، لغايه لما اللون بتاعها يصفر معايا. انا مش عاوزه اصفر، ابصوا اصفرت معايا ازاي. انا بقى هفضل شغاله فيها لغايه لما تحمر معايا. انا مش هحرقها، مش هخليها محروقه، لا، في ناس بتحرقها بس احنا مش هنحرقها. اولا اللي بتبقى محروقه دي مش بتبقى صحيه، ثانيا بتخلي الرز ممرر. بصوا بقى لونها احمر جميل معايا ازاي. بصوا بقى التركيه اللي هعملها دي هي بقى اللي بتدي اللون اللي احنا عايزينه. ايه هو بقى؟ هجيب مقدار كوبايه ميه اللي هي بتاعه الشاي الصغيره دي واملاها واكبها على الايه، ادلقها على البصله. هيبدا تغلي مع البصله، فاللون هيبدا ان هو ياخد الخلاصه بتاعه البصل، فهيبدا يطلع لون معاكي. هحط بقى شويه كمون على شويه بابريكا، شويه بهارات اللي هي السبع بهارات، وشويه اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام بهارات سمك، والملح والكزبره. احطهم كلهم على بعضيهم كده وادخلهم في الخلطه في الحله كده، وايه، وابدا اقلبهم واسيبها تغلي شويه. بعد ما بتغلي شويه كده معايا اروح جايه نازله بقى مقدار الميه بتاعه الرز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا حبايبي لون الميه عامل ازاي، بصوا بوريكم لون الميه جميل ازاي من غير لما احنا نحرق البصله ولا سكر ولا اي حاجه خالص. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. غسلت الرز بتاعه وبديت ان انا انزل بيه بقى على الميه بتاعه البصل دي، وهظبط بقى الميه بتاعته زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، ونظبط. محتاج ميه هنزود، مش محتاج خلاص. انا بحس ان هو محتاج شويه، دلوقتي بدوق الحدق بتاعه لقيته ما شاء الله هيحتاج شويه ملح تقريبا صغيره، لا محتاجش الحمد لله. وهنا بقى بصوا بقى لما بدأ يغلي فبصوا اتشرب شويه، فهبدأ ان انا ايه بالمعلقه كده ادخل فيه تقليبه واحده علشان ما يلزقش في الارضيه الحل. وبصوا هسهر عليه خالص، اوطي عليه النار خالص خالص يستوي مع نفسي كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا يا حبايبي بقى بالشكل ده ازاي. هبدأ ان انا بقى اقلبه، بصوا اللمعه اللي فيه، بصوا مفلفل وجميل ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جربوه يا حبايبي والله ما هتندموا، طعمه جميل وسكر كده. بصوا ما شاء الله بقى مفلفل وجميل. طبعا انا طلبت سمك، جبت سمك اهوت. السمك ببص ان هو فاتحه ولا لا، لقيته مش مفتوح. وبديت الحمد لله والشكر ليك، ده غدانا النهارده سمك، وعملت شويه الرز والدقه وقطعت بصل
وده كان غدانا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. بصوا حبايبي، انا بحب ان انا احط الاكل بتاعنا كلنا ناكل في طبق واحد، ما بحبش انا كل واحد طبق. ليه؟ بيبقى فيها بركه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو الفيديو عجبكم يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك يا حبايبي، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.